بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في تاريخ ابن عساكر أيها الإخوة، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: رأيت فيما يرى النائم أبا بكر حزينا كئيبا أو كئيبا حزينا، قد أخذ بضبعيه رجلان، الضبع من هنا إلى هنا من الأعلى اسمه الضبع، يعني هكذا، واحد من هنا واحد من هنا، قد أخذ بضبعيه رجلان. قلت: بأبي أنت وأمي يا خليفة رسول الله، ما شأنك؟ أراك كئيبا حزينا. قال: وكل بي هذان الرجلان ليحاسباني بما ترى، يحاسبوني على أعمالي كلها، خليفة وغير خليفة. فنظر عمرو بن العاص في الرؤيا، وإذا صحف، قال: ليس بالكثرة، صحف موجودة هيك مش كثير، يعني كومة صغيرة فيها صحف، حساب أبي بكر يسير الحمد لله. قال: ورأيت عمر. هذا مين بيحكي؟ عمرو بن العاص. لمين؟ لمعاوية في قصر معاوية الخضراء في الشام. ورأيت عمر الخطاب رضوان الله عليه كئيبا حزينا، نفس الشيء. ما لك يا خليفة رسول الله أراك كئيبا حزينا؟ قال: وكل بي هذان كذا ليحاسبني على ما ترى. وإذا صحف مثل الحزورة. الحزورة جبل على طرف مكة، لما النبي هجر وخرج فوقف على الحزورة، وقف الحزورة وقال الكلمة المشهورة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. هذه الحزورة، جبل صغير مش كبير، اسمه الحزورة، على وزن قسورة. قال: وإذا صحف مثل الحزورة، جبيل صغير هذا. طب ليش؟ أبو بكر شوية صحف، أبو بكر سنتين وشوية، عمر ما شاء الله مدة، طبعا في حساب على كل شيء، طبيعي هذا. ثم رأيت عثمان ونفس القضية كئيبا حزينا ما كذا، وإذا صحف مثل الخندمة، مع أنه مدة عثمان كم مدة تقريبا سيدنا عمر، ولكن عثمان معروف يعني وضعه في السنوات الأخيرة الست الأخيرة مش كما ينبغي للأسف الشديد، معروف هذا، معروف الكل. الخندمة، شيء الخندمة جبل كبير هذا بمكة أيضا مشهور، يقول لك رأيته كأنه خندمة في حديث العباس، حديث العباس، قصة أبي بصير هذا لما أخذه إلى آخره. أبو بصير أخذ العباس كان رجلا طوالا وضخما مقبل الضعن، وبعدين الصحابة سخروا: كيف يا عباس هذا أخذك، هذا صحابي جليل صغير هيك؟ قال: لا والله لقد رأيته كأنه خندمة، زي الجبل، ما شفتوش هيك صغير. وهذا قال: لا كذا. النبي قال: اسكت، أعانك عليه ملك كريم. هو ملك كان معك، هو اللي أخذ العباس، وإلا هذا لو أعطاه كفك العباس بروح هذا الصحابي هذا. هذه الخندمة. على كل حال، خندمة جبل كبير في مكة. وإذا صحف مثل الخندمة، جبل إذا دخلت البطحاء عن يسارك. ورأيتك يا معاوية كئيبا حزينا، قد أخذ بضبعيك رجلان وقد ألجمك العرق. عمرو بن العاص يقول له: وقد ألجمك العرق. فقلت: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقلت: وكل بي هذان ليحاسباني بما ترى. وإذا صحف مثل أحد وثبير. أحد أنتم عارفينه في المدينة، جبل عظيم جدا جدا، وثبير جبل عظيم بمكة أيضا، مش بالمدينة، بمكة ثبير، واضح؟ طيب. فقال معاوية: أما رأيت ثم، وما شفتش غادي دنانير مصر؟ قال له: أنت يعني ما شاء الله بريء، يعني فلوسك أخذت مصر كلها، أعطناك إياها. هكذا يقول المؤرخون. قال لك: وأعطى معاوية عمرا مصر طعمة، في التاريخ كتبنا التاريخية هكذا، طعمة، خذها إليك، الهفها يلا، ما دام وقفت معي ضد علي وضد جيش العراق وساعدتني وأسعدتني، خذ مصر فهي لك طعمة. نعم. ولذلك مات عمرو بن العاص قناطير مقنطرة من أمواله، ومات وهو يبكي ندامة شديدة، غفر الله له وسامحه. وقال الذهبي كما ذكرت في الحلقة السابقة في سير النبلاء عن عمرو بن العاص رحمه الله، قال: ولولا حبه للمال ودخوله في أمور لكان ممن يصلح للخلافة. هكذا قال الذهبي بالحرف الواحد في سير أعلام النبلاء ترجمة عمرو بن العاص. ولولا حبه للمال، يعني حبه للمال هو الذي أغراه أن يترك عليا ويصل إلى مين؟ إلى مناصرة معاوية، وإلا الأمر واضح، معاوية باغي، رأس الفئة الباغية، وعلي على الحق يا جماعة بجهاد رسول الله. علي في صفين كان معه 100 من البدريين، 100 واحد بدري يقاتلون مع علي،
هتقول لا أنا قرأت لابن تيمية بقول لا مش هيك وثلاثة وأربعة، هذا كلام باطل، هذا إفك مبين. 100 من البدريين. بعض الكذابين عارف إيش قالوا؟ لم يكن مع علي أحد من البدريين، والله العظيم من علمائنا. حنجيبها الدرس الجاي. علماء وشيخ حديث كبار، ويعني ما شاء الله ولهم احترام عندنا على أساس، بعضهم مشهور بالصلاح والتقى والورع. لم يشهد صفين مع علي بدري واحد. أقول له أكبر كذاب أنت. عمار أليس إيه؟ رأسا في البدريين يا أخي، عمار بن ياسر. وبإجماع الأمم حتى يمكن اللي درسوا التاريخ غير مسلمين، عمار قتل شهيدا مع علي في صفين. يعني عمار حتى إيه استثنوته؟ ها؟ استثنيتموه؟ علي نفسه أليس بدريا؟ أليس هو فارس بدر اللي جندل إيه رؤوس الكفر في بدر؟ انسدوه علي كمان؟ قال لك ولا بدري. تعرفوا ليه؟ لأن البدريين أهل الله. أهل بدر جماعة هذول خطيرون جدا جدا جدا. ولما يفهم أي واحد مغرور بمعاوية وألعيب معاوية وفقه معاوية أن أهل بدر تقريبا كانوا مع علي وليس مع معاوية بدري واحد، هذا حق. ونتحدى طبعا إلى يوم الدين، واحد يجيب لنا بدري واحد مع معاوية كان في صفين، نتحداكم جيب لي واحد. في الدرس الجاي سوف نتلو عليكم أسماء 108 من البدريين شهدوا صفين مع علي بالأسماء، بإحصاء أخينا الشيخ المحقق حسن فرحان المالكي، هو الذي أحصى مش أنا، الفضل ينسب لأصحابه. عمل دراسة صعبة الرجل وراح ونقب وبحث، الله أعلم قديش بذل جهدا، أحصى 108 من البدريين كانوا في صفين مع علي. تقول لي لم يكن معه أحد أو ثلاثة أو أربعة، شو الكذب هذا؟ عشان يطلع علي ما شاء الله يعني انه ما عندوش الحق. على كل حال لو ما كانش معه الا معاويه الا عفوا عمار بن ياسر يكفي، صح؟ يكفي، لانه اذا اختلفت الامه فالحق في الجانب الذي فيه ايه؟ عمار كما في الحديث، وعمار تقتله الفئه الباغيه، بلى خلاص. اذا فئه عمار هي الفئه ماذا؟ المبغي عليها، هي الفئه المظلومه، هي الفئه المحقه. انتهينا خلاص، الامور واضحه جدا، ما في. لا ارادوا يقول لك ما فيش معاه، نفسهم ينفوا عمار من ايه؟ من جيش علي، مش قادرين. الحديث متواتر، مش عارفين كيف ينفوه، مش قادرين. زي الكذاب سيف بن عمر التميمي هذا، بينفي اشياء وبحط اشياء من عنده على كيفه، يهندس التاريخ بالاكاذيب وهو قاعد، وطلعوها مسلسلات الحسن والحسين وغيرها، شيء مخجل. على كل حال قال له اما رايت ثم دنانير مصر؟ وانت ما شفتش حالك يعني؟ على كل حال الله اعلم، هل عمر راى هذه الرؤيا؟ هل هذه الرؤيا صحيحه ام افتعلها لكي ينبه معاويه؟ كما قلت لكم عمر فيه بعض الخير، يعني افضل، يبقى عمرو بن العاص افضل من معاويه سبحان الله، لانه فارس، الرجل فارس، يعني فارس ودخل معارك وفارس مغوار على فكرة، وداهية من دهاة الحرب، وذكي، كان ذكيا جدا، ففي بعض الخير. وأسلم الحمد لله مش عام فتح مكة، أسلم قبل الفتح مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فالرجل يعني عنده نوع من الخير. لذلك لما قتل عمار ريعة صابته روعة، معناها يعني فعلا نحن مبطلون، يعني الحكاية واضحة جدا جدا. النبي الآن يتكلم كأنه شافه، فدخل قال له مالك؟ قال له قتل عمار. قال له ما وإيش يعني؟ قتل عمار مع السلامة. قال له النبي قال عمار تقتله الفئة الباغية. قال له ده حط في بولك، وقعد في بولك. قال له شوف صعلوك ما عندوش. الرجل بذكرك بحديث متواتر وبقول لك النبي قال عمار تقتله الفئة الباغية، بتقول له ده حط في بولك؟ هذا اسلوب رجل سخيف. قال له ده حط في بولك، لا تزال تأتينا ايه بهنا. وهذا الكلام قاله ايضا في حق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، نفس الشيء. وقال له كف عنا سفيهة كذا او مجنونة كذا. قال له ابنك المجنون هذا عبد الله بن عمرو مجنون. قال له قال له فما بالك معنا اذا؟ قال له ايه لابن عمرو بن العاص؟ قال له انا معكم ولست اقاتل. ما كانش يقاتل معهم هيك، بس ما بيحمل سيف، ما بده. ما كان يقاتل عبد الله بن عمرو. المهم حنشوف الاسبوع الجاي. قال له أنحن قتلناه؟ انما قتله الذي اتى به، اخرجه من بيته حتى القاه بين رماحنا وسيوفنا. يعني علي قتلوه، احنا ما قتلناه. شوف هذا يسخر الرجل، يسخر ويستخف بعقول الناس ويرد الأحاديث المتواترة عن رسول الله بكل بساطة. والله العظيم ما بعرف، بالنسبة لي أنا يعني أقول لو هذا الرجل عنده كان جزء من الإيمان الحق لكن ينبغي أن يتراجع ويخاف، صح ولا يخاف؟ يقول فعلا كما خاف عمرو بن العاص، يقول حديث متواتر مروي عن 31 صحابيا، النبي قال عمار تقتله الفئة الباغية. اليوم قتل عمار، من قتله؟ أبو الغادي الجهني. مين أبو الغادي؟ من جماعتي من جيشي. وعمار مع علي، أكلنا هوا. معناها يا جماعة خلاص الحكاية بينت، نرجع نتوب نستغفر من علي ونصير أمة واحدة. لا أبدا أبدا أبدا، لم يتراجع لحيضة واحدة.
إذا دافعوا عنه، ابقوا دافعوا عن هذا الرجل حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونلقى رسول الله يوم القيامة، نلقاه على الحوض ونشوف من سيرد الحوض ومن سيذاد عن الحوض، الذي يطعن في صدر أحاديث رسول الله ويردها بكل قباحة ووقاحة، علشان إيه؟ كما قلت يبيض صحيفة معاوية. هذه ما هي قصص وما هي أدبيات وكذا، أحاديث متواترة لا تقبل إلى اليوم، على فكرة غير مقبولة إلى اليوم. نبحث في الأخير يقول لك لا اجتهد فأخطأ له أجر. البغي فيه اجتهاد، البغي وقتل 70,000 من الصحابة مسألة تقبل إيش؟ الاجتهاد. محلم ابن جثامة في أبي داود وغيره قتل رجلا واحدا وهو صحابي. نقول بقول لك صحابي، أنا بتحدثك عن صحابي مسلم مش منافق وشاف الرسول وآمن به، وقتل رجلا واحدا، وصارت قصة وحاول النبي يصلح والدية والصلح ما رضيوش، حتصير مشاكل ومحلم هذا واقف ببكي كيف سويت أنا قتلت هالمسلم هذا هيك وغلط ومن غير كذا. وبعدين جعلوا يدفعونه، ادخل في الحلقة، الرسول قاعد ادخل خليه يستغفر لك بشوفك. الرجل يبكي من الذنب، خايف على حاله يروح على جهنم. صحابي هذا قتل واحد مش 70,000 يا معاوية، تتسبب في قتل 70,000 في صفين ولا يطرف لك جفن ولا تندم ولا تعلن ندم، شيء لا يكاد يصدق يا أخي. فدخل فشافه النبي وهو يبكي، قالوا قتلته يا محلم؟ قال قتلته يا رسول، قتلته في غرة الإسلام يا محلم؟ قال قتلته. رفع يدي النبي، طبعا المظنون إيش؟ أنه إيه؟ يدعو له اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم. فعاد الرجل وقال لك وهو تتحدر دموعه، أقول لمن يعلموننا الدين، علمونا الدين، تضحكون على الناس. الخطبة المقبلة بإذن الله تعالى بسبب هذا الوضع أنا سأخطب كيف أسسنا للعنف، كيف الفقه الإسلامي والعقل الإسلامي شرعا وقنا وأعطى تأصيلا وأصالة ومشروعية للعنف، كيف الفقه الإسلامي بهذه الطريقة بالذات فقه إيه؟ مرحلة الصحابة وفتنة واجتهد وأخطأ وله أجر فعلا أرخص الدماء. ولذلك اليوم بتشوفوا ببساطة العقل السني كالعقل الشيعي، ببساطة كافر حلال الدم، اقتله واغتبط بقتله، بيكون خلصت المسلمين من زنديق من كافر، والعياذ بالله من هذه العقلية. من وين جبتوها العقلية هذه يا شيعة ويا سنة؟ جاوهم مثل هذه الأفكار إنه إيه عادي. وأنا بقول لك يعني على كل حال نعود، الله المستعان، أشياء مؤلمة جدا، أشياء مؤلمة. بتعرفوا حجر ابن عدي حين قتل الكندي، هذا من بني كندة، حين قتله معاوية وهو صحابي جليل طيب أين قومه؟ طبعا قومه أرادوا أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها، كيف يقتل حجرا؟ وذهبوا طبعا لكي يشفعوا فيه قبل أن يقتل، فوجدوا قاتل، قالوا انتهينا، في مرجع ذراء يقتل حجر. تعرفوا ليه؟ هو الذي فتحها، والله العظيم هو فتح مرجع ذراء، حجر عدي الصحابي الجليل، وبها قتل صبرا، شدوه هيك وقطعوا راسه. يلا شو الظلم هذا؟ صحابي ليه يا معاوية قتلته ليه؟ هيك لا يرضى بسب علي ولعن علي، قتل. قال لك معاوية حليم وين؟ أي حلم؟ تكذبون علينا، تضحكون علينا، هذا حليم؟ عن أي حلم تتحدثون؟ وسيد وما أسود منه إلا الرسول، يعني بس أسود من أي واحد هو ما شاء الله عليه. إيش هالسيد هذا؟ إيش هالسيد الفتاك هذا الجزار؟ سيد. فطبعا أرادوا إيه؟ أن يقيموا الدنيا ولا يقعدوها. قصة طويلة، اشتراهم معاوية بالأموال، 100,000 فوفدوا عليه راضين مرضيين، السلام على أمير المؤمنين، اشترى دم ابنهم. هي الرجال هذول أنصاف الرجال، أشباه الرجال، كيف تسمحون بدم ابنكم وأخيكم يلعن أبو أموال الدنيا كلها؟ لا، هذا أسلوب معاوية، المال تشترى به الدماء والأعراض والذمم والأديان والضمائر. قصة طويلة ممكن تقرؤونها في تاريخ الطبري أو في أنساب الأشراف، قصة طويلة كيف فيها تفاصيل. مالك ابن هبير السكوني أو السكوني، قبيلة السكون، شوف قصته في الطبري أو في الأنساب تشوفها كاملة. طيب نفس الشيء، كيف ترضى أمنا عائشة، قتل أخيها عبد الرحمن شر قتلة، قتل أخاها عبد الرحمن شر قتلة، ومتهم بقتل محمد، قتل أخاه محمدا شر قتلة. مش هو بيده قتله طبعا، قتله عمرو بن العاص ومعاوية بن حديج، هم اثنين أو واحد منهم في اختلاف الروايات، طبعا هم عماله على مصر وهو راضي ومغتبط بهذا، طبعا يحب هذه الأشياء. فهي عائشة كانت تتهم الكل، هذا هو معاوية وعماله،
وبعدين في اتهام، وهي كانت تشير عائشة إلى ضلوعه في قتل أخيها عبد الرحمن. مات فجأة وكان شاب، بعد أن اعترض على موضوع إيش؟ التوريث. لما مروان بن الحكم لما تكلم اعترض عليه، بيتكلم عن يزيد وما يزيد وكذا، وقد أراه الله رأي خير في ابن يزيد وكذا، قال لا هذه هرقلية وهي قيصرية، قال له كلما هلك هرقل جاء هرقل إلى آخره. أفش بعدها فترة بسيطة مات عبد الرحمن، اليوم يأتيك فجأة. أساليب غريبة، تسميم دائما، التسميم السم هذا أحسن أسلوب البيزنطيين على فكرة. معاوية بلاطه بلاط بيزنطي، يهود ونصارى، هنتحدث عن هذا برضه في حلقة واحدة. والبلاط المعاوي مين كان عنده؟ يهود ونصارى، في كان مش فقط بس، في يهود ونصارى وخطيرون، وأثروا على الدين وعلى الروايات وعلى وعلى السياسة. وتعلم هو الأسلوب البيزنطي في السياسة، هو بيزنط الرجل يتعلم، ما عندوش مشكلة، لا يتصرف كحاكم عربي عندنا ولا كحاكم مسلم طبعا، كبيزنطي، وكل شيء عنده مباح في سبيل السياسة. ميكافيلي، هو ميكافيلي نفسه. طيب، فبعث لها، يقول عروة ابن الزبير بعث معاوية إلى عائشة ب100,000. كيف سكتها؟ لازم فلوس 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 فلوس. مرة بعث لها قلادة ب100,000، قلادة ب100,000. غير هذه المرة قيل 100,000 دينار أو 100,000 درهم. فرضي الله تعالى عنها وأرضاها وجزاها خيرا، وزعتها في أمهات المؤمنين ولا يدرى، وزعتها دنانير أو دراهم. كريمة كانت، لكن كان يعطيها خذي خذي خذي، وهي بالذات يعطيها كثير، يعطيها أكثر من بنته، أكثر عفوا من أختي أم حبيبة. ليش؟ لأنه عائشة خطيرة وضرس قاطع، بتخوف. ما تشوفها ساكتة في بيتها هيك، لكنها تحرك الجماهير يا حبيبي، وشوفنا إيش سوت بعد هيك، فبده يشتري سكوتها، وشافها إيش سوت قبل ذلك، يعني هو في الجمل وغير الجمل. نعم.